فيلم النهارده بيحكي عن شاب قوي دخل اخطر مكان في العالم وحارب جيش كامل من المجرمين عشان يدافع عن الضعفاء وياخد حقهم، ولكنه وقع في طريق رئيس السجن اللي ما عندوش رحمه. قصتنا بتبدا مع عربيه شرطه فيها مجموعه من المساجين داخلين واحد من اخطر السجون في العالم. السجن ده معزول ومحدش يعرف عنه اي حاجه. اول ما المساجين نزلوا من العربيه ودخلوا للتفتيش، شاب عنده 21 سنه اسمه ريكي الحراس اوقفوه. ريكي محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنين بسبب القتل غير المتعمد. في اللحظة دي جهاز كشف المعادن عمل انذار خطير، فالحراس افتكروا ان ريكي معاه سلاح، ولكن لما فتشوه ما لقوش اي حاجة معاه، فدخلوه على جهاز الكشف بالاشعة. وهنا الجميع اتصدموا، 5 طلقات نارية كانت داخل جسم ريكي. اول ما الحراس شافوا كده خلوه يعدي من التفتيش في ثواني. وفي نفس الوقت راجل عجوز اسمه ما كان في حاله بعيد عن المشاكل، ولكن فجأة مجموعة من المتنمرين ما عندهمش رحمة ضربوه بخشونة. ما هدفه يخرج من السجن عشان يشوف زوجته واولاده. وهنا ظهر بري رئيس العالم السفلي للسجن، وعرف ما ان طلب الخروج المشروط من السجن اتقبل. ولكن فجأة بري افترى عليه بدون رحمة ومسك اللعبة بتاعته كسرها عليه بكل قوته. العجوز ما حاول يترجاه عشان يسيبه في حاله، لكن بري ورجالته كسروه تماما. اول ما خلصوا طحن فيه فجأة ريكي ظهر زي الشبح وكعبل الرئيس بري على وشه وجاب له اصابة مميتة. ولما واحد من رجالته حاول يوقف ريكي حذره وقال له انت هتقدر تقف في طريقي؟ اول ما سمع كده اترعب وجري زي الكلب. تاني يوم بري كان هينفجر من الغضب بسبب ريكي، وفي اللحظه دي قرر انه لازم يعاقبه، واتحرك لواحد تبعه من الحراس الفاسدين وقال له انك هتاخد المرتب الشهري بتاعي في السجن مقابل انك هتزيف اطلاق سراح العجوز ما، وهتكلف مقاتل ضخم اسمه لونج شكل عشان يخلص على حياه ريكي. وبالفعل تاني يوم الحارس الفاسد ده اتحرك لمكان شغل العجوز ما وطلب يقابله في الساحه الخلفيه، وهناك قال له اسمع انت مش هتخرج من السجن، واطلاق سراحك اللي تم قبوله اترفض. اول ما العجوز ما سمع كده اتصدم، لانه كان نفسه يشوف زوجته واولاده باي طريقه، ولكن الحارس ما عندوش قلب، كذب عليه ونزل فيه ضرب بكل قوته. وللاسف لما بالليل جه ما بقاش عنده سبب يعيش عشانه، فقرر ينهي على حياته كله بسبب بري، لانه كذب وزور خبر اطلاق سراحه. اول ما الخبر وصل للمساجين كلهم كانوا في حاله حزن شديده، لان ما كان قلبه طيب، ولكن ريكي حبس جواه بركان غضب لو انفجر هيخلص على كل السجن. في الوقت ده 2 من الحراس اخدوا جثة ما عشان يدفنوها، وفجأة الاتنين شافوا ريكي خارج من الزنزانة ونزل في الساحة تحت المطر، ولما وقفهم كسر القيود اللي على دراع ما واداله لعبته المفضلة. اول ما الحراس مشيوا ريكي فضل يزعق بأعلى صوته ووعد نفسه انه لازم يرجع حق ما الغلبان. تاني يوم المساجين كانوا في غرفة الاستحمام وريكي كان موجود، ده غير ان بري كلف لونج شكل اضخم مقاتل في السجن اللي عامل زي الدولاب يخلص عليه. اول ما لونج شكل هجم على ريكي اتفاجئ ان ريكي ضربه ضربه بسرعه صاروخيه هرسته زي البطاطس. اول ما ده حصل بري حاول يغدر بريكي من ظهره، ولكنه اتمسك زي الفار واتكسر تماما، ولحسن الحظ قدر انه ينتقم لمال عجوز. الحراس وصلت للمكان عشان يحبسوه في السجن الانفرادي، لكنهم كانوا مرعوبين جدا. وفي طريقهم ظهر نارومي يبقى زعيم نص السجن، ولما وقف قدام ريكي اظهر احترامه لريكي لان ريكي قوته كبيره. بعد كده لما الحراس حبسوه في الزنزانه الانفراديه ريكي رجعت بيه الذاكره لما كان طالب وقابل عمه شان يبقى واحد من اذكى معلمي الفنون القتاليه، وده لان اسلوبه نادر جدا. اكتشفه لما كان بيصطاد السمك وقال لريكي يستعرض مهاراته في القتال، فريكي بدا يستعرض سرعه ضرباته وتشقلب على الارض، فشان عرف ان مستواه لسه ضعيف وما يقدرش يصطاد الاعداء ولا يدمرهم. في اللحظه دي ريكي طلب من عمه شان يعلمه الفن القتالي النادر ده، فشان وافق. وفعلا لما بالليل جه ريكي اخد التعليمات، اول ما بدا في تنفيذها شحن جسمه بطاقه جباره ممكن تشق الجبال من قوتها، وقدر يكسر طوبه وزنها 1 كيلو بدون ما يتاثر. عمه شان انبهر جدا لان ريكي اتعلم الفن القتالي ده في ثواني وكسر الطوبه اللي وزنها 1 كيلو. وهنا بنرجع للسجن من تاني، 2 من الحراس قطعوا عليه تركيزه عشان ياخدوه لمأمور السجن الشرير. مأمور السجن اسمه دان امر الحارس يقرا ملف ريكي، وهنا بنكتشف ان ريكي يتيم واتربى وكبر في دار لتربيه الايتام، ولما دخل المدرسه كان فاشل ومحدش بيحبه، وفي الاخر دخل كليه الموسيقى وبعدها اختفى لمده 2 كاملين. اول ما مأمور السجن سمع انه اختفى لمده سنه عرف ان هو اللي قتل واحد من اكبر رجال العصابات في المدينه. المأمور حاول يتكلم معاه
معاه، ولكن ريكي مدوش اي انتباه وعمل نفسه من بنها، فدان اتجنن ومعرفش يتصرف معاه لحد ما وصلته الرسالة المهمة، رسالة تخص ريكي، واللي كانت في الرسالة صورة اخت ريكي. المأمور قال له لو عايز تاخد الصورة قرب عشان تاخدها، ولكن فجأة غدروا بسلاح حاد واصابه في دراعه، وهنا ريكي حاول يمسك غضبه، هيفرم المأمور زي اللحمة، وفي ثانية كسر المكان كله. اول ما شاف صورة اخته وقع على الارض، دان حاول يضرب عليه نار، ولكن ريكي اتحرك بسرعة عالية جدا وهرب، ورعب المأمور الكلب ده لما حاول ينهي على حياته. بعد كده ريكي مشي من المكان ورجع لزنزانته، ساعتها مسك صورة اخته وبدأ يفتكر الايام الجميلة لما كانوا مع بعض، الايام الجميلة لما كانوا بيجروا ورا بعض، الايام الجميلة لما كانوا بيسرقوا مع بعض الطيارات الورقية ويلعبوا بيها في الطبيعة الساحرة. بعد كده واحد من المساجين اسمه كران كان ماشي في الطريق، ومن غير ما ياخد باله الكل اتجمع عليه ووقعوه من على السلالم، وهنا بنعرف ان كران يبقى مرشد وبينقل الكلام لمأمور السجن، والمساجين كانوا عايزين يقطعوه لانه هو السبب في موت العجوز ما. وفي ثانية واحد اسمه كوانج قرر يقطعه ل 18 حتة عشان يدمره تماما، ولكن زي الشبح ظهر نارومي وبدأ يدافع عن كران لانه شغال عند المأمور جاسوس كلب. كوانج اتعصب بشدة ووقف قصاد رئيس نص السجن نارومي، فاتصاب اصابة مميتة هتخلص على حياته. ولما المأمور دان شاف اللي حصل كان في سعادة كبيرة. نارومي قرر يقابل دان عشان يعرف ايه اللي هيحصل في كوانج، فدان اتعصب عليه وقال له لازم نخلص على ريكي في اسرع وقت لانه شجاع جدا وما بيخافش وممكن ينهي علينا تماما، ده غير انه سلمه سلاح حاد مميت جدا. اول ما نارومي استلم السلاح اتحرك لساحة السجن وطلع على عمود كبير عشان يقاتل ريكي. العمود ده كوانج بيكون في حالة خطيرة ومتسلسل عليه، اما نارومي فهو هجم على ريكي بشراسة مجنونة ارعبت جميع المساجين، ده غير انه ضخم جدا وعضلاته مقوية قلبه. ريكي ما كانش عايز يخلص عليه لحد ما فجأة نارومي استخدم كمية كبيرة من الازاز المكسور في عيون ريكي، فريكي وقع على الارض وما كانش عنده مخرج نهائيا، ولكن في ثانية ضرب الارض ضربة شقتها وغرقت المكان كله. ولحسن الحظ ريكي عيونه اتنضفت ورجع للقتال من جديد. نارومي انفجر من الغضب وخرج السلاح الحاد وهجم على ريكي بشراسة، ولكنه اتغفل زي الغبي وريكي اظهر بركان الغضب اللي كان محبوس جواه، كسر عظم العدو ده تماما. جميع المساجين فرحوا جدا بيه لانه شجاع وبيدافع عن الحق، ولكن لسوء الحظ كوانج مات، فريكي قال للجميع ان السبب في موته يبقى المأمور دان. وهنا جميع المساجين حاولوا يهجموا عليه بكل قوتهم، ولكن في ثانية واحدة ظهرت عصابة الأربعة. العصابة دي مكونة من أخطر المقاتلين بالعالم، فريكي أمر الجميع يتراجعوا من القتال عشان محدش يموت. أما مأمور السجن فهو اتحداه يواجه عصابة الأربعة لو هو راجل ويخلص عليهم. بعد كده لما ريكي كان بيتجول في الفناء الخلفي للسجن قابل واحد اسمه تيوان. تيوان يبقى صاحب نارومي اللي ريكي خلص عليه. في اللحظة دي ريكي يحاول يعلمه ازاي يصفر بورق الشجر عشان ما يخليهوش حزين، ولكن فجأة بنكتشف ان مأمور السجن قطع لسان تيوان، فتيوان زعل اكتر ومشي بسرعة. بعد كده ريكي قرر يضحي باغلى حاجة عنده في السجن اللي هي العود اللي بيعزف بيه، ولكن اول ما تيوان اخد العود بقى في حالة سعادة ملهاش حدود. وهنا ريكي نزل يلعب معاه، ولكن في نفس الوقت تومي اللي يبقى واحد من عصابة الأربعة ورئيس الزنزانة الغربية للسجن شاف تيوان بيسلم ريكي ممنوعات، ده غير انه عرفه على المكان اللي بيتم الزراعة فيها. أول ما ريكي اكتشف كده اتصدم وقرر انه لازم يوقفهم أيا كان التمن. بعد كده لما تيوان قابل رئيس الزنزانة الغربية تومي أمره بقتل ريكي وإلا هيخلص على حياته حالا، فتيوان قرر يضحي بنفسه عشان ينقذ ريكي من الموت ورفض. رئيس الزنزانة الغربية قطعه زي الفراخ ورماه للكلاب الشرسة، وبالليل الجميع اتصدموا لانهم شافوا تيوان متفرتك تماما. اما ريكي اول ما شافه عرف ان اللي حصل ده بسبب انه قال له على مكان الممنوعات اللي في الزنزانة الغربية، ولما قرب منه ومسك العود الخاص بيه انفجر من الغضب وقرر ان ساعة الصفر جت. وبالفعل لما المأمور دان ورئيس الزنزانة الغربية كانوا بيتكلموا عن الطريقة اللي هيخلصوا بيها على ريكي كان بيخلص عليهم بطريقته الخاصة وحرق جميع الممنوعات الموجودة في الزنزانة الغربية. المأمور بدأ يتجنن لان رئيس
السجن لو اكتشف الخبر هيخلص عليه. وهنا امر تومي ينزل لريكي في ارض المعركة ويحاربه لحد اخر نفس، ولكن من البداية تومي استخدم فن قتال ياباني سري وضربه في عضلة قلبه. اول ما ريكي اخد الضربة حركته اتشلت تماما، وكان فاضله 30 ثانية بس وقلبه هيتوقف عن النبض. وهنا جميع المساجين حضرت القتال عشان تشجعه، ده غير انه رجع بالذاكرة للماضي وافتكر كلمات عمه شان المحفزة جدا، وفي ثانية زي البرق رجع وضرب العدو من غير ما يسمع الصوت. ولكن باقي عصابة الأربعة وصلت للمعركة، وفي نفس الوقت المأمور اكتشف ان رئيس السجن بنفسه هيجي تاني يوم، فقرر انه يضرب انذار الطوارئ. الانذار ده مهمته يقتل اي حد موجود في الساحة، ولحسن الحظ ريكي قدر يهرب من المكان، ولكنهم لما دخلوه في الزنزانة كميات كبيرة من الاسمنت غرقتهم من كل اتجاه. وقبل ما يتجمدوا ريكي كسر الحديد بايد واحدة وشال واحد من عصابة الأربعة على كتفه عشان ما يموتش. وهنا بنعرف ان ريكي رغم انه وحش مدمر الا انه قلبه طيب جدا. وفي لحظة الاتنين اتجمدوا. تاني يوم المأمور دان جهز الحراس عشان يقابلوا الشخص الظالم رئيس السجن ليجاسي، وبالفعل بعد طول انتظار ليجاسي نزل من العربية الخاصة بيه مع ابنه المدلل. وهنا بنكتشف انه يعرف عن كل الظلم والتخريب اللي بيحصل، وبيستخدم السجن لزراعة الممنوعات، وقرر انه يقابل ريكي عشان ينتقم منه بعد ما حرقها. ولما دخلوا المكان التعذيب ليجاسي قرب من ريكي، فريكي مسكه من رقبته، وقبل ما يخلص عليه فجأة ظهر الوحش الضخم ونزل طحن في ريكي بدون رحمة، فريكي انهى على حياته في ثواني. رئيس السجن ليجاسي قرر ينهي على اللي بيحصل، وفكر انه يهرس ريكي زي البطاطس، فنزل عليه كتلة حديدية ضخمة ما كانش قادر يستحمل الشدة، لحد ما خرج بركان قوة رفع بيه الوزن وكسر جميع الزنزانة وخرج عشان يخلص عليهم. ولكنه في ثانية زي البرق وقع في الفخ. تاني يوم رئيس السجن جمع المساجين عشان يدفنوا ريكي في الساحة الخلفية وهو لسه عايش. المساجين رفضوا تماما لان ريكي كان بيدافع عنهم طول الوقت. اول ما الرئيس شاف كده قتل كل اللي كان معترض، فريكي قال للجميع ينفذوا الاوامر لان ده مش ذنبهم. كل واحد من المساجين كان في حزن شديد وهو بيدفن في ريكي، وفي لحظة بنكتشف انه هيدفن لمدة 7 ايام متواصلة بدون اكل ولا شرب، وبعد المدة المحددة هيخرج. ولما بالليل جه ريكي بدأ يفتكر السبب اللي دخله في الجحيم ده. لما اخته كانت ماشية في الشارع ورجع من الدرس متأخر، مجموعة من البلطجية شافوها وبدأوا في مطاردتها، ولسوء الحظ قدروا يمسكوها، ولكن قبل ما يعملوا فيها اي حاجة خلصت على نفسها في ثواني. ولما ريكي اكتشف اللي حصل اتحرك زي الاسد عشان يواجه رئيس العصابة اللي تسبب في قتلها. اول ما وقف في طريقه رئيس العصابة ضربه 5 رصاصات في جسمه. ريكي ما تهزش زي الجبل وانا على حياة الكلب ده بسرعة البرق. وبعد 7 ايام من دفنه جه الوقت اللي هيخرجوا فيه ريكي. كل اللي في المكان كانوا فاكرين انه مات، ولكن لما خرج من تحت الارض فجأة كسر جميع السلاسل ورجع زي الاسد المفترس وجهز عشان يلتهم الاعداء. اما المساجين كانوا فرحانين جدا برجوعه. وهنا المأمور ورئيس السجن كانوا هينفجروا من الغضب، وفي لحظة المعدة الضخمة دي دخلت في ريكي، ده غير ان تومي رئيس الزنزانة الغربية نزل طحن فيه بكل قوته وكسره تماما. بعد كده الرئيس ليجاسي قرر انه يخلص عليه ودخله في غرفة التعذيب الخاصة. الغرفة دي معروفة بغرفة الموت، وواحد من عصابة الأربعة فضل يضرب في ريكي بدون رحمة، ولكن كل محاولاتهم باتت في الفشل الذريع، فرجعوا ريكي للحبس الانفرادي وسابوه متسلسل زي الكلب. وبعد فترة ريكي كان نفسه ياكل وهيموت من الجوع حرفيا، فواحد من المساجين عنده جراءة كبيرة وما بيخافش من حد اتحرك في سرية تامة وقدم له الأكل الخاص بيه، وعشان يشجعه قال له يستعد للوقت المناسب لأنهم هيعملوا انقلاب في السجن لأجل الهروب. ولكن أول ما المسجون عمل كده مرشد خاين كلب عرف مأمور السجن عن المخطط الانقلاب كامل، فالمأمور اتحرك مع الحراس وأنهى على حياة المسجون الشجاع ده، ولكن ما يعرفوش إن ريكي موجود وما بيسيبش حق الغلبان. أول ما دخلوا عليه الزنزانة اتفاجئوا إنه اختفى زي الشبح، ولكنه في الحقيقة كان واقف على السقف زي سبايدر مان، وهجم عليهم هجوم فتاك خلص على المأمور تماما. وبالفعل الانقلاب نجح. ريكي وجميع المساجين في مواجهة الرئيس ليجاسي ورجالته. في الأول محدش قدر يقف في طريقهم، ولكن لما وصلوا للرئيس وتومي رئيس الزنزانة الغربية الوضع اتغير 180 درجة، وده لأن تومي مقاتل ياباني أصيل اتعلم فن قتال النونجوستو السري على أكمل وجه وقدر يخلص على عدد كبير منهم. ولكن لما وقف قدام ريكي المواجهة الحقيقية بدأت بين أقوى مقاتل ياباني مدمر وريكي الوحش الكاسر. في الأول الرئيس ليجاسي كان بيستمتع بالقتال ومستني اللحظة المناسبة عشان يتدخل، أما ريكي فهو اكتشف
اكتشف ان تومي ضعيف وما يقدرش يتصدى لهجماته المميتة، فعمل ضربة لولوية على الطريقة الصينية فارتكت العدو لقطع سنوية، وبكده يبقى العدو اللي في طريق ريكي ليجاسي رئيس السجن الظالم، ودي الحرب النهائية اللي هتحدد مين هينتصر. وبالفعل المواجهة بدأت. في الأول حصلت حاجة غريبة زي أفلام الخيال، رئيس السجن بدأ يتحول لوحش شكله عبيط، ورغم انه اكتسب قوة كبيرة الا ان ريكي ما فرقتش معاه اي حاجة وخلص عليه في ثواني وكسب القتال. اول ما خرج للساحة وقف امام سور السجن العظيم وشحن طاقة اسطورية كسر بيها الجدار وخرج نفسه من جحيم السجن. وده ملخص الفيلم. اشترك في القناة عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة وشكرا.